السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عساكم بخير. يلا بينا. عندنا النهاردة فيديو مهم جدا. مش عارف ليه كنت عايز اصور من بره النهاردة، بس الجو مش احسن حاجة الصراحة يعني. فقلت لا خلاص بقى نخلينا من هنا عادي. وبرضه اوضتي لسه بنضفها، مش عارف الفترة ديت بسبب وجع ظهري. ف اكتشفت ان انا اصلا يعني الروتين القعده بتاعتي هو اللي مبوظ الدنيا يعني. طيب، احنا النهارده جايين نتكلم عن ازاي يبقى عندك روتين في يومك بشكل واقعي. هتكلم عن خبرتي مع الموضوع ده، بما ان انا اصلا عندي ADHD، والمشهور عندنا ان احنا اصعب حاجه ممكن تعملها مع الشخص ده ان هو يكون عنده روتين. فانا هتكلم معاك بشكل واقعي تقدر تطبق الحاجات اللي هقولك عليها دي، وتبعد خالص عن العجلة اللي انت داخل فيها دي بسبب الريلز وبسبب الناس اللي بتبيع لك الوهم. انا هقولك انت بتكون عامل ازاي. انت بتكتب على اليوتيوب ازاي انظم حياتي، فبيطلع لك فيديو حد بيقوم 5 الصبح، بياخد دش، بيصلي الفجر، بيذاكر او بيشتغل 7 8 ساعات، بعد كده بيخرج مع الكلب بتاعه او بيخرج بالعربية، بعد كده بيقابل صحابه، بعد كده بالليل بيقرأ ساعتين، بعد كده بينام. فانت تاني يوم ممكن تعمل الروتين ده لمدة 3 ايام او اسبوع بالكتير لو انت حد واو، او 4 ايام بالكتير يعني. بعد كده ترجع تاني تقع، ترجع لروتينك القديم، وتتفرج على حد بينظم يومه بالنظام الصورة التخيلية دي، وتقعد في الدايرة دي طول عمرك. ليه بيحصل كده؟ بيحصل كده مش عشان انت كسلان، بيحصل كده مش عشان انت فيك مشكلة، بيحصل كده علشان ده مش امر واقعي. احنا كلنا اولوياتنا مختلفة. انا ما ينفعش اجيب 2000 واحد، مليون واحد، اقول لهم يلا انتم اعملوا كذا 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 كذا، انا اصلا ما اعرفهمش. فانا النهاردة هديك خيوط، وانت بالخيوط دي تقدر تطبقها على نفسك بشكل واقعي. طيب، اهم حاجتين هنعملهم في الروتين بتاعنا: نمط، تكرار. قبل النمط والتكرار لازم يكون عندنا عادات جديدة هندخلها، يعني في حيز حاجات احنا بنعملها يوميا. طيب عمر، انت صعبت الدنيا علينا خالص دلوقتي. يعني ايه نمط؟ يعني ايه تكرار؟ عقلنا، العقل ده مش بيفهم اي حاجة متعلقة في الحياة، مذاكرة، علم، اي حاجة، اي اكشن، رياضة، اي حاجة، غير ان في نمط. والنمط ده، النمط ده بيحصل بشكل متكرر، فبالتالي الايكوال ده بيكون عادة. طيب، انا عمر اصلا اصعب على حاجة انا كعمر كحد عنده ADHD ان هو يكون عادة. ايه التركاية هنا؟ ايه الموضوع اللي احنا هنعملوه؟ هنحاول نربط كل عادة جديدة عايزين نعملها بحاجة قديمة اصلا عندنا. بمعنى، انا عندي عادة ان انا بقوم من النوم الساعة 8 9 10. انا اهم حاجة عندي من ان انت تقوم في اي وقت مفيش مشكلة، بس يعني الوقت هتقوم فيه تعمل فيه حاجة مهم يعني. انت عندك مثلا بعد الصحيان عندك عادة انك مثلا تصلي صلاة الفجر، او تصلي مثلا، او تقول الاذكار. فانت مثلا عايز تحط عادة انك تتعلم او تقرأ مثلا. طيب، هل انا هقول بقى دي مش شغالة معايا خالص؟ انا لو قلت ان انا هقرأ في اليوم 40 50 صفحة مش هعمل كده. بعمل ايه مع نفسي؟ ببدأ بربع ساعة في اليوم، بعمل التايمر. النهاردة هقرأ ربع ساعة. في نمط بيحصل، ربع ساعة انت مستحيل تكسل عنها. ربع ساعة، احط الربع ساعة. ربع ساعة بعد 30 يوم بقى عندي نمط مكرر. بعد 60 يوم هتبقى 20 دقيقة، بعد 20 دقيقة هتبقى 25 دقيقة، بعد 90 يوم، بعد 120 يوم هتبقى عادة. أهم حاجة إنك ما تركزش في الفريم. أنا هعمل خطة لحياتي كلها، هتفشل. أنت حاول يكون في عادة قديمة بتعملها، زي ما قلنا الصلاة،
بعد كده بتربطها مثلا بعادة القراءة. انت عايز تقرأ كل يوم قرآن، بتقولش انا هقرأ كل يوم جزء. دور على الصور اللي هي يعني المفترض كمسلم بتديك بركة في اليوم. يعني مثلا قول المعوذات، اقرأ سورة الواقعة، اقرأ قبل ما تنام سورة الملك. فانت كده بتبني نمط بيتكرر يوميا. فلما تقول انا هقرأ النهاردة جزئين، جزء، انت اصلا كده كده العادة عندك موجودة، وعندك المرونة وعندك العضلة بتاعت العادة انك تقدر تعمل كده. ليه؟ في نمط بيحصل معاك يوميا، سورة الواقعة وسورة الملك والمعوذات، وفي تكرار بيحصل مع النمط ده، فخلاص الموضوع بقى عادة. طيب ازاي تعمل روتين بقى؟ يعني كده ايه، زي حاجة يومية في يومك انت ماشي عليها. احنا اهدافنا في الحياة مختلفة، واولوياتنا في الحياة ممكن حد الاولوية عنده في الحياة دلوقتي ان هو يتجوز، حد الاولوية ان هو في ثانوية عامة، حد الاولوية ان هو يسافر، حد الاولوية يتعلم لغة، حد الاولوية ان هو يحوش فلوس. فاولوياتنا مختلفة. طيب انا هديكم صورة واقعية عن الروتين تعملوها في حياتكم وتحسوا بالراحة. احنا هنعمل 3 كاتيجوري لحوار الروتين. اول نوع اللي هو هتبقى انت عملت كل حاجة عليك، انت كده مرضي عن يومك. تاني نوع انت عملت يعني ايه 70 60 50. تالت نوع انت عملت اللي ما ينفعش تفوته. تمام. طيب هنا في مشكلة حبان عندنا، الصورة التخيلية اللي في دماغك مش هتوصل ليها خالص طول ما هي بعيدة عن أرض الواقع. أنا عايز أغير نفسي تدريجيا بعادات أنا هحطها واحدة واحدة، تقولش أنا هحط 50 عادة. فالصورة التخيلية هتدمر لك نفسك الأول، تحس إنك فاشل، والحاجة التانية إنك مش تعمل حاجة. طيب إحنا عايزين إيه؟ أنا عايزك تحط في اليوم مثلا حد في ثانوية عامة 3 أهداف، ولو هتحط هدفين تبدأ بيهم أو هدف واحد كويس. 3 أهداف ده الروتين اللي احنا قلنا عليه اللي هو إيه أحسن حاجة. أنا عندي مذاكرة فصل كذا، ده هدف رقم 1. الهدف رقم 2 أنا هحل على فصل كذا. الهدف رقم 3 أنا عندي دروس هروحها أو هحضر مثلا إيه، هعمل أي حاجة مش تطلب مني مجهود قوي. طيب أنا اللي بقولك 3، أول هدف ما ينفعش تعديه خالص. يعني مذاكرة الفصل ده ما ينفعش تعديها خالص. طيب ازاي تطبق ده؟ ما تقولش انا شوف عقلك، ما تقولش انا هذاكر فصل. تروح انت ماسك الفصل ده هو مثلا ايه 10 صفحات، من الساعة 8 للساعة 10 انا هذاكر 3 صفحات، اخد بريك 10 دقايق او اي حاجة من دي، من كذا لكذا. يعني قسم ال10 صفحات 3 اقسام مثلا. تمام. طيب تقولش انا هحل على الفصل كله، او مثلا هحل على وحدة كذا، او هحل او مثلا لا، انا عندي مثلا مطلوب مني ان انا احل مثلا ايه 200 سؤال. 200 سؤال اقسمهم على 5 مثلا ايه 5 يعني مثلا 20 20 20، او مثلا اقسمهم على قد ما تقدر يعني 3 مرات يعني زي ما تحب. بس حاول تخلي التاسك اصغر حاجة ممكنة بحيث انك ما تكسلش. تمام. طيب الحاجة التالتة دي حاجة مش بتطلب منك مجهود يعني اللي هو واو، لا انت مثلا ممكن حاجة انت بتعملها بشكل ايه لا نشط. يعني ايه لا نشط؟ يعني مثلا بتتفرج على فيديو، بتسمع مثلا محاضرة عليك ولا حاجة، بتتفرج على حاجة ممكن تفيدك خاصة بأولوياتك وهكذا. تمام. فانا عندي دول ال3 أولويات اللي انا عملتهم. طيب ممكن تضيف للحاجات دي، انا الصراحة بفضل يكون في نشاط رياضي في يومك. حتى لو هتعمل 10 دقايق، احنا قلنا بنخلي الحاجة اقل وحدة. يعني تعمل بس 20 ضغط، 10 ضغط، 5 بطن كل يوم. طب يا عمر هدخل عادة جديدة ازاي؟ بعد كل صلاة، بعد العشاء، بعد الغداء، دايما اربط اي عادة جديدة عايز تعملها مثلا نشاط رياضي بعادة قديمة عندك.
ابدأ بأقل حاجة، ده المهم دلوقتي. تلاقي نفسك قدام بتروح الجيم، تلاقي نفسك بعدين تطلع تجري بره. لكن لو قلت انا كل يوم اروح الجيم، في الغالب مش هتروح. انا كل يوم هعمل 30 دقيقة جري في الشارع، مش تعمل كده. لكن لو كل يوم 10 ضغط، لو كل يوم 5 بطن، بعد كده 20 بطن، بعد كده 30 ضغط، هتعمل عادي. فانا بحب الصراحة ان يكون في اليوم نشاط رياضي. واحنا قلنا كده كده في حاجات ثابتة عندنا في حياتنا، الصلاة، وتحط معاها ورد القرآن. كل يوم تحاول تزود سنة كده، انت يومك 10/10. 3 أولويات في حياتك موجودين دلوقتي، أو 3 بوينتس في حياتك انت عايز تعملهم مهمين للفترة دي، وعندك الجانب الديني ونشاط رياضي. خلصت دول، اعمل اللي انت عايزه. بس عايز منك 4 ساعات، ساعتين لما تروح تنام مفيش أي شاشة بتتعرض ليها. دي كانت مشكلتي. أنا شغلي كله على السوشيال ميديا، أنا أصلا يعني شغلانتي أصلا صناعة المحتوى. بعمل ايه؟ اقفل كل الابس. يعني مش كل يوم بعمل كده يعني، لان انا شخص مش بيرفكت. فلما اكون عندي انتاجيه قويه، عندي حاجه لازم اعملها، ساعتين قبل النوم ممنوع اي شاشه. ساعتين اول ما اقوم من النوم ممنوع التعرض لاي شاشه. بعمل ايه في الساعتين دول؟ بنجز كل حاجه انا عايز ايه احس بيها بانجاز، حتى لو صغيره. لما مثلا ابدا يومي، قرات، صليت، قلت الاذكار، قلت القران اللي انا عايز اقراه، بحس ان انا، فانا عايز تحس الاحساس ده. عملت كده، انت كده فل الفل. طب هل هتعمل ده كل يوم؟ لا. خش للروتين رقم 2، ان انت من الثلاث اولويات دول يكون 2 منهم او واحدة. مثلا انت مطلوب منك النهاردة تعمل 3 حاجات، عملت واحدة بس، او عملت 2 وما عملتش نشاط رياضي. بس اهم حاجة انك يكون في رقم 1 بتعملها دايما، ده في رقم 2. طيب، هل لازم اعمل نشاط رياضي؟ ممكن تعديه عادي. هل مثلا الحاجات اللي انا كنت بعملها بيرفكت قوي؟ لا. تمام. طيب، اخر حاجة رقم 3، لو انت مثلا يوم عندك فيه محاضرات وعندك فيه الدنيا زحمة جدا، قول انا هعمل حاجة واحدة بس. حتى لو الحاجة الواحدة ديت انكتيف، انك بتعملها اصلا وانت مش عاطي فول التركيز بتاعك، يعني مش حاطط كل التركيز بتاعك، بس على الاقل في اولوية من الثلاثة اللي عندك، اخف اولوية فيهم بتعملها. انت ادرى حد باسبوعك. انا مثلا عمر عارف ان انا عندي مثلا سبت وحد واثنين وثلاث شغل مثلا قوي جدا، فبحط الحاجات اللي هي ايه مش تاثر معايا. بعمل نشاط رياضي، باجي بقى في اللي انا الحاجات اللي عايز اعملها جد، تسجيل وتصوير المحتوى والمناهج التعليميه وكلام من ده، لا. بفضي مثلا نفسي اربع وخميس، بضرب مثلا ايه تك 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 تك، بحس بالانجاز. طب هل انا بعمل ده طول الاسبوع؟ لا. مره بعمل روتين رقم 1، مرة بعمل روتين رقم 2، مرة بعمل رقم 3، مرة بيجي عليا مش بعمل حاجة خالص. ليه؟ لأن أنا بشري، لأن أنا مش روبوت. بس بحاول قدر الإمكان إن أنا إيه جوه الفريم ده، جوه الفريم اللي بتاع إيه، إن أنا في فريم شكل حياتي. طيب، إحنا عرفنا يعني إيه روتين ويعني إيه نمط استقرار. أهم حاجة، أهم حاجة اللي هينجح كل ده، فهمك لذاتك، تقبلك لذاتك، تبعد عن الصورة التخيلية خالص. احنا للأسف بسبب السوشيال ميديا شايفين حياة الناس كلها ناجحة، وده مش حقيقي. الريلز او الفيديو اللي بتتفرج عليه ده اصلا بيكون عامل له مونتاج لمدة مثلا 24 ساعة وكلام من ده. فانا بحاول على قد ما اقدر اكون حقيقي معاكم عشان تحسوا ان احنا ايه من نفس يعني فاهم، مفيش مونتاج، جايبكم جنبي، قاعد اصلا مطبخ جنبي هناك اهو. فايه احنا شبه بعض يعني. فلو احنا الصورة التخيلية اتخلصنا منها، هنتعامل كبشر. يومك لازم يكون فيه شات مع اصحابك، لازم يكون فيه وقت بتعملش فيه حاجة، لازم يكون فيه وقت لنفسك، لازم يكون فيه وقت مع العيلة، لازم يكون فيه وقت بتهجص. انت بشر، احنا حياتنا مش، احنا مش كده. فنحاول قدر الامكان يعني يكون عندنا بس فريم لحياتنا، ونعيش كبشر،
نتمتع بالدنيا، نعمل كل حاجة حلوة احنا نفسنا في نعملها فيها، وفي نفس الوقت بنعمل حاجة مفيدة. اروح الجيم، اخرج مع اصحابي، اخرج ما اعملش حاجة خالص، اي حاجة تعامل ببشرية شوية. تمام. طيب، هل انت مطلوب منك انك تعمل تنظيم ليومك لمدة 90 يوم؟ لا. مطلوب تعمل خطة لمدة 40 يوم؟ لا. طيب، ده هتعمله امتى؟ ده هتعمله لما انت بعد فترة بقى عندك نمط وعادة متكررة في يومك، فممكن وقتها انت خلاص بقى عارف انت ايه، وصلت لمرحلة انك خلاص يومك بقى متظبط اصلا، مش محتاج تكتب. حتى انا في الاول انا الصراحة بكتب كل حاجة، لان انا الاي دي اتش دي اصلا لو ما كتبتش او الحاجات مش باينة قدامي بنسى. ف جرب جرب تكون واقعي مرة مع نفسك، جرب ما تجلدش نفسك، جرب تتقبل ضعفك، جرب تكون رحيم بنفسك. النهاردة ذاكرت سطر، بكرة سطرين، بكرة مفيش ولا سطر، بعد بكرة ممكن يكون في 4 سطور. انت بشر. البشر لو كانوا بيعملوا كل حاجة كده خلاص بقى كان ربنا خلينا ملايكة يعني. لكن احنا الحلو اللي فينا، وسبب ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الملائكة يسجدوا لينا، ان احنا عندنا الخيار، ان احنا مش كاملين. بس لما يكون عندنا الخيار وبنعمل الحاجة ممكن نعملها احسن من الملائكة. ليه؟ لان هم مش مخيرين، انما احنا مخيرين. ممكن نعمل الخير بيرفكت، ممكن نعمل الشر بيرفكت. فالخيار هو الحاجة المميزة عند البشر عموما. فانت بالراحة على نفسك، واحدة واحدة خالص، محدش بيجري وراك. اتعلم تلاحظ الحاجات اللي بتعملها غلط، حاول تدخل حاجات جديدة في حياتك بشكل يعني ايه، فلويد، بشكل كده مرن. ما تقرصش على نفسك قوي. لما يجي ميعاد لاين لحاجة اقرص على نفسك عادي. بس طول ما انت بتحاول تفهم نفسك وتتعلم نفسك، محتاج تكون رحيم في نفسك شوية. فدي كل حاجة. اتمنى الفيديو يكون فاتكم، واتمنى يكون كلامي خفيف عليكم. وبس دعواتكم ليا ان انا ظهري يخف، علشان موضوع صعب جدا. ظهري برقبتي حاسس ان انا الحمد لله رب العالمين. دعواتكم ليا. والعشر الاواخر يعني داخلين عليهم، خير ايام الدنيا يوم عرفة، استغلوه، فضل نفسكم من العصر للمغرب. وربنا يا رب يتقبل كل ادعياتكم، ويرحم اهلنا في غزة وينصرهم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم.